السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، لأن فقد الشيء بيطيب قوة، فأنا قررت أعمل سلسلة الفيديوهات دي، ومش هدفها النصح قوي على قد ما هي هدفها إن أشارك تجربتي. حرفيا أنا حياتي دلوقتي يعني شبه متدمرة، بس ببنيها واحدة واحدة. فببتدي أقول حاجات كده أو مواضيع كان نفسي أتكلم فيها، وأنا عايز أطلعها برا دماغي. مش عايز إن معاناتي أو الكلام أو الأفكار اللي في دماغي تفضل موجودة جوا دماغي، عايز أشاركها مع الناس. فده الهدف الأساسي من الفيديوهات اللي هعملها، وهدف تاني هتكتشفوه مع الوقت وهقولكوا عليه بعدين. أول حاجة قررت أتكلم فيها هي حاجة فعلا هتساعدك أو هتساعدك آه، تطلع بره المكان الوحش اللي انت عايز تطلع منه، اللي هو أسوأ مكان وحش ممكن تكون فيه. مش الشغل، مش بيتك، مش أي حاجة، هو دماغك فعلا. ممكن يكون مكتئب أو ممكن يكون عندك كرونيك ستريس زي حالاتي. فحاجة من الحاجات اللي ساعدتني أعدي من الموضوع ده هي الحركة. ومش الحركة القوية اللي في دماغكم، هي الحركة بس، حرفيا الحركة بس الحركة. بعد وفاة شخص عزيز عليا اللي هو جدي الله يرحمه، آم، حاجة من الحاجات اللي افتكرت إن احنا اتكلمنا فيها قبل ما يتوفى يعني كانت فكرة إن هو كان بيمشي كتير أوي أوي أوي. وانس الموضوع ده حصل، كنتش عارف ان انا الصراحة يعني اتعامل. انا مش اشخاص ما تعرفش تعبر عن مشاعرها وكده. ف رحت الجيم كذا مرة، حسيت ان انا في حالة اسوأ، متفهمش ازاي الصراحة. بعد كده وقفت خالص وبدأت اعمل نفس اللي هو بيعمله، او كان بيعمله قصدي، يعني ان هو اتمشى كتير قوي قوي قوي، وقعدت اتمشى كتير قوي قوي قوي. وسبحان الله الموضوع فعلا طلع حلو جدا، مريح حلو. خلينا متفقين يعني ان الحياة دايسة على وشنا كلنا، ان هي الحياة مليانة اصلا فوضى وعبث ونحس وحاجات كتير قوي قوي قوي. ف... بالنسبة لي المشي ان انت تاخد بعضك مثلا، تحط السماعات وتتمشى في حتة او مكان انت عارفه، خصوصا لو مكان هادي، مكان جميل كده وفي شجر، تبقى حاجة كويسة جدا. آه وتتمشى كده، تسمع ميوزك، تسمع قرآن، تسمع إنجيل، تسمع توراة، تسمع اللي أنت عايزه، تسمع بودكاست. بالنسبة لي ده أحلى فورم من الاسترس ريليف هتاخده. ولو ربنا مبارك لك في صحتك ومبارك لك في حياتك وبتعرف تمشي، دي نعمة كبيرة. ف استغلها. يعني أنا عارف إن في ناس كتير بترجع من الشغل مخنوقة، في ناس كتير ممكن ما يكونش عندك حد تخرج معاه، وفي ناس بتحب إن هي تخرج مع حد بالأخص. أنا كان يعني صديقي يعني كان أو صديق عمري كنا بنتمشى كتير قوي ونقعد نحلم بقى ونقول هنعمل كذا وهننيل كذا ومش عارف ايه وكده. طبعا محققناش ربع الحاجات دي دلوقتي، بس هي في السكة إن شاء الله. أو لو أنت متجوز مرتبط مصاحب أيا كان أيا كان، خد الشخص ده وامشي. آه، أو زي ما قلت لك حط السماعات، تخيل أو تخيلي إن انتوا المين كاركترز، إن في عصابة هجمت عليك وأنت قاعد 13 واحد والتاني والتالت والرابع. اكتشفت الناس كلها بتعمل القصة دي أصلا يعني ما أعرفش. بس دايما كنت قاعد أنا بدل في الفصل ما أركز، أقعد أفكر يا نهار أسود، ده لو عصابة مقنعة دخلت كده هيضربوا مين الأول؟ طب هنط من أنهي شباك؟ طب هنقذ البت اللي أنا معجب بيها ولا لأ؟ مش عارف. سايتراكينج أوي، سايتراكينج أوي. اتمشيت خلاص، تعالى لي بقى. طب متنزلش الجيم ليه؟ طبعا كله عايز يروح الجيم وكله عايز يرجع من الجيم وانا نفسي اروح الجيم، وبعد العيد وبعد رمضان وبعد ما اخلص وبعد ما اترقى والكلام ده طبعا. طيب وتروح تدفع الاشتراك وتسيب الجيم بعد مثلا شهر ولا شهرين من انتظام او حتى اسبوع. فالقصص دي برضو عديت بيها كتير. انا عندي 28 سنة، حلو. يشاء القدر ان انا ارجع اول جيم روحته في حياتي، هو جنبنا اصلا يعني. المهم، وانا بتمرن يعني انا الحمد لله منتظم بقالي فترة. وانا بتمرن سألت نفسي سؤال، على فكرة لقيت ناس يعني هما ما شاء الله الوقت يعني الدنيا بتجري وكده، فالناس اللي كانوا معانا وانا صغير
هما كبروا هما كمان، أنا خدت بالي منهم وكده. وفي ناس منهم انتظمت ما شاء الله. يعني ممكن يكون الناس دي بتيجي مرتين في الأسبوع بس، لأن برضو الشغل، الحياة، الدنيا، الكلام ده. وما شاء الله ما شاء الله، يعني عملوا حاجة كويسة. السؤال اللي كان بيتوارد في دماغي على طول، أقول يا طب أنا لو من وأنا في أوائل العشرينات مثلا كنت فضلت مواظب على الجيم، كان هيحصل ايه؟ ومش مواظب اللي هو اوبتيمال بقى، اللي هو انا بكره كلمة اوبتمايزيشن، بس ده موضوع هنتكلم فيه الفيديو كامل لوحده. بس لو فضلت كل يوم اروح حتى اتعولق في الجيم، كان ايه اللي هيحصل؟ وده سؤال فضل في تفكيري. وقررت اعمل القصة دي بعد ما شفت فيديو كان بيقول ان انت ضيعت عشريناتك في كذا وكذا وكذا. فساعد بقى ايه اللي هتعمله دلوقتي هيترد لك في أربعيناتك، واللي هتعمله في أربعيناتك هيتعرض لك في خمسيناتك، وفي خمسيناتك في ستيناتك، كده كده يعني. أي نعم الجسم بيضعف مع السن وكده، ولكن مش بالفكرة اللي انت تعمله. طب ما انت اوريدي مثلا انت في ليفل معين حلو. طيب انا بسأل نفسي سؤال. طبعا احنا كنا بنروح الجيم ده انا وصاحبي برضو، قبل ما اقول لكم السؤال اللي بسأله لنفسي. فكنا بنروح بقى ساعات بقى ما احنا كنا عيال صغيرة، كنا فاكرين ان فورمة هيو جاكمان في وولفرين بتتعمل بصدور الدجاج مش بالاستيرويدز وكنا بنروح نقول للراجل في الجيم، نقول له والنبي بلاش تمرنا كتير قوي عشان ميبقاش شبه الراجل في الصورة ونشاور على روني كولمان ولا بيج رامي ولا الناس دي. فاهم؟ عشان كده تقريبا ربنا سخطنا وعمرنا ما طلعنا من الرفع اللي احنا فيه ده. فالسؤال اللي كنت بسأله لنفسي، بقول لنفسي هو انا ليه يعني ليه مصمم اعمل فورمة حد معين؟ ليه مصمم اعمل فورمة جوكو مثلا او فيجيتا او بيكولو؟ قصدي ان انا ليه دايما عايز ابقى حد تاني؟ ليه دايما ما بفكرش مثلا ان هو انا لو كنت اتمرنت دلوقتي كان هيبقى عندي فورمة حلوة جدا، احسن اكيد من فورمتي الحالية. وده برضو موضوع تاني نتكلم فيه تاني، موضوع المقارنات. ولكن آه عايزك تاخد الموضوع على انه عادة، زي كده ايه، فهمتوني؟ بس حاجة انت بتعملها في كل يوم زي التنفس كده، او مكان انت بتروحه تفك ريليز كده، حركة. أم، وزي ما قلت لك انا ضد الاوتومايزيشن. يعني لو رحت، في ناس بتعمل عضلات بالسبليت برو اللي هو كل يوم عضلة، وفي ناس بتعمل بالبوش بول ليج، وفي ناس بتعمل بالابر لور، وفي ناس بتعمل بالكالثنتكس لو هتطلع وتعمل الكلام ده، وفي ناس بتعمل بالام ام اي، وفي ناس بتعمل فورم كتير برياضات كتير وحاجات كتير قوي. ولكن يعني اعتقد الناس كلها اللي كانت بترفع اثقال يعني صحتها كويسه، وان هو فعلا فعلا يعني بيحسن من مودك، حياتك، تستوستيرونك كراجل، والستات بالنسبه لهم بيظبط الهرمونات اللي عندهم. فانا شايف ان انت لو رحت، وبرضه انا عارف ان بعد الشغل الدنيا بتبقى شاقة صعبة، بس ليه لازم تسمع كلام حد؟ وليه لازم تروح تتمرن تقيل قوي؟ وليه لازم بروجريسيف اوفرلود؟ وهو كده هو انت الجيم اصلا شق من 3 اشقاق، اللي هو الرياضة، الراحة، والاكل. فيعني مش لازم تفشخ نفسك وتعمل وتضغط على نفسك وتبوظ الدنيا وكده. ما تروح بعد الشغل عادي واتمرن عادي، وما تسمحش لحد في الجيم يشككك في نفسك. ما تتابعش ناس كتير. طبعا انت اول ما هتعمل هتلاقي الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده باين لك فورم بالاستيرويدز وبرايفت كوتش عايزين تقريبا في تمن المتابعة بتاعهم نفس تمن الأكل. حاجات غريبة. أنا مش بقول إن الناس دي نصابة، ومش بقول الناس دي مش بتوصلك لهدفك أسرع، بس في نفس الوقت يعني أنت أولى بالفلوس دي. أو يعني انت محتاج الفلوس دي عشان تعمل حاجة تانية، عشان تخرج، عشان تتبسط، لان ده شق واحد من الحياة. اللي انا قصدي ان الموضوع ده لازم يبقى حاجة كده شبه ان انا بصحى الصبح من النوم بصلي مثلا، حاجة شبه ان انا مثلا بروح الشغل بتاعي، او بروح المدرسة، او بذاكر الامتحان، حاجة عادية. مش لازم تكون مصدر توتر. فلو خليته بس مكان بتريليس فيه، بتحس فيه بالارتياح، هتعمل وهتتعلم. يعني مفيش حد مثلا قاعد في شغلانة سنين كتير ما اتعلمش. انا النهاردة وانا بلعب الليج بريس
اكتشفت ان انا بقعد غلط، ان انا لو لزقت في الكرسي اللور باك بتاعي هيرتاح واللور باك بتاعي بيوجعني. فدي حاجة اتعلمتها من غير اي حاجة حرفيا وانا ماسك التليفون ساعتها بدور على التمرين. فانزل، ما تسيبش حد يضايقك، ما تسيبش حد يعدل عليك، ما تسيبش حد يقولك حاجة غير اللي هي فعلا تفيدك او ما تأذكش. بس ما تعملش اوزان عافية، ايجو ليفتنج بيسموها، لانك مش هتستفيد حاجة، هتأذي نفسك، هتزهق نفسك. القوة بتتبنى مع الوقت، مش عشان واحد بيشيل أتقل منك مثلا يبقى هو كده أجدع منك، لا عادي، دي جينيتكس، ايه المشكلة يعني؟ عايز تروح مع حد يشجعك عادي، بس مش تلات أرباع الوقت تشيل أوزان بالمساعدة وكده، لأ، يا دوبك آخر مجموعة ممكن تكسر وزن ولا حاجة. عايز تتمرن تقيل خفيف تعمل، المهم تتمرن والله. صدقني لو انت واظبت let's say مثلا 6 شهور، بتروح بس تثبت وجود، تثبت حالة، هتتعود على الموضوع. وكل ما تلاقي نفسك متضايق افتكر ان ده المكان انا بتبسط فيه، برتاح فيه، مش مكان مضطر عليه. واستثمار 100% هيرجع لك. يعني عمرك ما تروح الجيم وتلاقي نفسك راجع آه، مضرور، غير لو انت برضه زي ما بقولك بتتجالخ والايجو ليفتنج والكلام ده. والتمرين اللي ما تعجبكش شوف لها بديل، ما تخليش حاجة تأذيك. فاهمين قصدي؟ بس فيعني دي تاني حاجة، ودي بعد المشي على طول، لأن الجيم مجرب معروف. دايما يعني ايه، هتلاقي تمارين، هتلاقي حاجة تناسبك. شات جي بي تي هيساعدك جدا دلوقتي. ما تخليش الشغل وحياتك حاجة. انا كنت بدأت وانا عندي مثلا 20 سنة، كان زماني دلوقتي في حتة حلوة جدا. فإن شاء الله أنا ابتديت، إن شاء الله هكمل. فممكن تكون برضو دي حاجة تحطها في دماغك وتبتدي معايا. بس ده تاني نقطة. بعد ما حطينا المشي، بعد كده الجيم، تقدر بقى تعمل بقى، اسرح بخيالك، اعمل بقى اللي انت عايزه. انا واحد من الناس عايز اتمرن ام ام اي، بس كلمتهم قلت لهم انا مش عايز اتعارض مع البروجرس بتاعي في الجيم، وغالبا مش هروح لان انا عايز اثبت في حاجة معينة. طيب هل انا عايز اتمرن at some point؟ بس مش عايز اسيب الجيم حتى لو هتمرن upper lower يومين واقضي 3 ايام تريننج. او بالنسبه لي ممكن تكون مشاكلي شويه ماديه دلوقتي، حاجات كتير بقى في بعض. المهم ان انا عايز اتمرن ام ام اي، بس مش عايز اضحي بالجيم والمشي اللي هم اساس اللي خلاني مبسوط، خلاني واثق في نفسي، خلاني ستيبل، خلاني الدنيا حلوه يعني. طيب في ناس عايزه تجرب حاجات تانية زي الكوره، باسكت، سايكلينج، سباحه، اي حاجه من الحاجات دي كلها. في طريقين. اولا في الطريق اللي هو البروفيشنال، اللي انت واحد خلاص هو عايز، مهتم ان هو يبقى ناجح قوي في السباحه مثلا او الام او اي حاجه من الكلام ده، فهيفوكس هيتمرن عليها، وهتلاقي الكوتش اللي بيتمرنك بيقول لك او بتقول لك ان انت لازم تقوي عضلات معينه، فهترجع للجيم تاني، كده كده هترجع له. طيب الحاجه التانية ايه بقى؟ ان انت الجيم يكون الاساس وهو المشي الحاجات دي، وبعدين تروح واخد الحاجات دي كلها هوايات. حلو، انا هتعلم عشان عايز ادافع عن نفسي، او عشان انا حابب ان انا ايه اطلع طاقة بالطريقة دي، او عشان انا بحب السباحة وبحب الاستامينا والحاجات اللي هي بتوفرها، او انا بحب السايكلينج لان هو برضو من الحاجات اللي بتبوست التستوستيرون وتظبط رجلك وتظبط الدنيا كلها. whatever اللي انت هتبقى عايز تعمله بعد كده هيبقى الحاجة اللي انت عايزها. انا كل هدفي من الفيديو ده ان انا اشجعك، اقول لك ان انت مش لازم تoptimize الموضوع، مش لازم الموضوع يبقى جامد جدا، وما تسيبش حد يلعب في دماغك، لان ده كذب. كذب لما يقولك الناس بتحاول تبيلد كوميونتي والناس بتحاول تستفيد والناس عندها خبرة. مش هقولك ان الكوتش او الناس دي ما عندهاش خبرة، لا، في حاجات كمان ما ينفعش تعملها مع نفسك يكون افضل فيها ان انت تاخد كوتش. يعني مثلا مش هروح اتمرن ام ام اي من على النت، طبعا هعرف شكل الحركة ازاي. الهدف من كلامي وهري كله ده ان انت ممكن تاخد معلومة، فكرة إن إحنا بنبني حاجة. أنت بتبني عادة واحدة بتكون أساس، هنبني عليه حاجات كتير قوي بعد كده، هنكتشف هوايات سوا، هنعمل حاجات كتير قوي. بس ابني عادة واحدة 100% مضمونة، 100% هتفيدك، 100% الناس اللي هي الناجحة بتعملها. ف ابني
الحاجة اللي انت عايزها، سواء المشي، سواء الجيم، سواء بقى الرياضة التانية اللي انت عايز تعملها. كل رياضة من الرياضات دي فيها هري كتير قوي على النت. عايزك تعمل حاجة واحدة، تروح لشخص بيفهم، واحد بس ايا كان، وتبتدي معاه. طيب بعد ما الشخص اللي بيفهم ده، هتبتدي انت بقرايتك في السبيسيفيك توبيك ده تفهم. وبعد ما تجرب الحاجة إيه اللي انت تعمل، لما تيجي تجرب حاجة او تعمل حاجة جديدة، اقرا، بعد كده ارمي نفسك، بعد كده ارجع خلاص كونت فكرة، اقرا تاني. وهتشوف بقى تبتدي ترفاين بقى الحاجات اللي هي ايه اللي ممكن استفيد منه وايه اللي ممكن ما استفيدش منه. في تمارين كتير انا ما بعملهاش ومش متضايق، لان في تمارين بتأذيني، ليه اعملها؟ مش هستفيد حاجة يعني. consistency is key، كلمة بتتقال كتير هري جدا، بس في الاخر الكلمة دي صح. بس لو هتطلع بتالت حاجة من الفيديو ده، وهي انك ممكن تinvest more in حاجة او رياضة عايز تتعلمها، بتندرج تحت الهوايات اكتر، ولكن كل الحاجات دي بتوصلك لهدف واحد مضمون 100%، ان جسمك هيبقى كويس، الكونفيدنس بتاعتك هتبقى عالية. مش لازم تتشيك، مش لازم تعمل، الناس هتاخد بالها من الموضوع ده، مش لازم تبراج. بعد ما تظبط لبسك، تظبط دنيتك، برضه هنقول القصص دي، هتلاقي نفسك ان انت الكونفيدنس بتاعتك زادت، صحتك كويسة، بتقدر تأدي الحاجات اللي انت عايزها، بتقدر تشيل بنتك، بتقدر ان انت تتبسط، تقدر ان انت تحس ان انت شاب، تحس ان انت فعلا فعلا في جزء كبير من الاكتئاب او الزعل خف من عليك شوية. فانا راجل انفستور، مؤمن ان حاجة دي انا 100% جارانتيد ريتيرن، مفيش حاجة زي كده بتحصل. فلو ربنا كرمك بالصحة استغلها صح، وصدقني صدقني يعني يعني هتتبسط بعد. انا عمري ما فكرت الصراحة ان انا هبقى انفلونسر، بس قلت لكم انا عملت الفيديوهات دي عشان اطلع الافكار برا دماغي، عشان يمكن حد يلاقي فايدة في الحاجات اللي انا بقولها. تاني حاجة بقى، ودي الحاجة اللي انا كنت مش عايز اقولها دلوقتي، ولكن انا بحاول اجمع كوميونيتي من ناس اللي هي زيي، مش عايزة تطور نفسها، مش عايزة تعمل حاجة، هي ناس زهقانة حرفيا وحياتها بايظة، وما عندهاش الفاسيلتي ان هي تعمل الكلام ده، سواء فاسيلتي مادية او فاسيلتي في الناس. فبجمع الناس دي وكده، ممكن نشجع بعض، ممكن نعمل اكتيفيتيز، ممكن نعمل حاجات كتير قوي يعني. بس فهحاول اعمل جروب تليجرام، واسيب اللينك في الديسكريبشن. وزي ما قلت لكم، عمري ما دخلت ان انا هبقى انفلونسر، بس يعني يمكن دي الطريقه اللي انا محتاجها، محتاج جزء في شخصيتي يتعدل، فقررت ان انا اعمل الفيديوهات دي. الحاجات دي مش هادفه قوي، لان انا اولا انا تافه، ثانيا انا صايع، وثالثا مش فاكر والله. بس في الاخر يعني ان اتمنى ان الفيديوهات دي فعلا فعلا تساعد حد وتكون مفيده. وانا مش عايز اي حاجه يعني، انا حرفيا لو وصلت 1000 مشترك يبقى انا حققت حلمي من احلام طفولتي. بس متنسوش بس اللايك، الاشتراك، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.